السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة. اليوم طريقة تفعيل روت لأجهزة الجلاكسي، معظمها يعني مو كلها، وإن شاء الله هاي الطريقة مضمونة 100% إن شاء الله. راح أراويكم تفعيل الروت الخاص بي. هذا برنامج اللي رؤية إذا أكو يعني فعل الروت عندك أو ماذا. أنا هسه هنا عندي مفعل الروت، وإن شاء الله راح أراويكم بعد طريقة ثانية. التسجيل، مثلا تنزلون برنامج تسجيل ما راح يعطيكم تسجيل. أنا شوف تقدر تبدي التسجيل من نقطة الإعدادات وتسوي التسجيل بدقة هذا يعني كل شي تسوي بدأ التسجيل. حلو. مثل ما تشوفون هسه هو جاي يسجل ايقونات الفيديو، يعني ما بي اي مضمون ان شاء الله، ان شاء الله مضمون. مثل ما تشوفون تم ايقاف الفيديو، بس تقدر من هنا الشغلة راح اراكم اياها. وان شاء الله ان شاء الله يكون عندكم روت كامل ان شاء الله. الطريقة الاولى تذهبون الى موقع الخاص بالبرنامج، وانا راح انزلكم اياه، هو كله الصيني، دائما الصيني مضبوط. تكتب لنا النود سيعطيك التحميل. شوي النت عندي ضعيف. هو شوف انا منزله نسخة ثانية لا. المهم ترجعون تفتحون البرنامج، هذا البرنامج ما تشوفوا. سعدي يعني فصل التسجيل، فصل عندي. شوف قرالي بين جالكسي. هنا تقدر من هنا تفصل الروت الخاص بالجهاز الجالكسي، يعني فصله بعد ماكو روت، يعني تقدر تمسحه وتقدر يعني تطفيه او تنزله. من هنا تنقر على أداة هاي الخضراء، راح يفعل عندك الروت، وراها راح يطفي الجالكسي ويشتغل من تلقاء نفسه. وتابعوا خطوات ان شاء الله ما يصير اي خلل او في اي شيء. هذا كل ما في حلقة اليوم، تفعيل روت في جهاز الجلاكسي. وان شاء الله استفدتم من هذه الطريقة مني. هاي الطريقة مبتكرة مني، من المبتكر سرمد تايجر، وتحياتي لكم. إلى اللقاء.